كيف نقول إن الأمة تستحق الآن النصرة؟ هذا كذب وافتراء. لابد من الأمة أن تعود إلى الله عز وجل، لا بالمظاهرات ولا بتدمير السيارات والمحلات ولا بإحراق الأعلام. لابد للأمة أن تقوم على قلب رجل واحد وأن تتوب إلى الواحد جل وعلا حتى يرفع الله عز وجل هذا البلاء، بدلا من أن ننشغل بتدمير السيارات والمحلات وهذه الأشياء التي لا تنفع ولا تضر. ما علينا إلا أن نجلس جميعا ونعلنها توبة لله، ونقرأ كتاب الله عز وجل، ونسجد بين يدي الله عز وجل، ونسأله بكل حرقة ودموعنا على خدودنا أن يرفع الله عز وجل البلاء عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. هنا فقط تتنزل النصرة، هنا فقط إذا رجعت الأمة إلى الله عز وجل هنا تستحق الأمة النصرة، وهنا يأتي التأييد وتأتي النصرة من عند الله عز وجل، كما قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم